نشرت صحيفة الواشنطن بوست في 20 من مايو مقالا حول شعب الإيغور، وتركز المقال على جهود الحكومة الصينية المستمرة في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية، حيث قامت الصين بإنشاء دولة بوليسية وافتتحت السجون وتعمل على تدمير الإيغور تحت مسمى التعليم السياسي، وأن هذه السياسة قاسية جدا على شعب الإيغور. وردا على ذلك أصدر الرئيس التنفيذي لمركز معلومات تركستان الشرقية عبد الجليل قرقاش بيانا يقول فيه إن واشنطن بوست هي واحدة من أكثر الصحف موثوقية في العالم، وقد نشرت مقالات عن الإيغور ويتم الآن نشر المقالات في جميع أنحاء العالم. نأمل أن تقوم جميع الصحف بإخبار شعوب العالم أن سياسة الحكومة الصينية قمعية، بالرغم من أن الحكومة الصينية تبذل قصارى جهدها لمنع تغطية أخبار الأحداث والتكتم على الحقائق، فإنه يجب علينا أن نوصل ما يحصل في تركستان الشرقية للعالم أجمع. أفادت وكالة صوت التبت في 22 من مايو أيار أن زاشي وينغسو أحد المدافعين عن حقوق اللغة التبتية تم القبض عليه واعتقاله بتهمة التحريض على تقسيم البلاد، وحكمت عليه الحكومة الصينية الشيوعية بالسجن لمدة 5 سنوات. وقال محاميه ليانغ شاو أنه لا يمكن قبول هذا الحكم. كما أشار ممثل المحطة المركزية الإدارية التبتية في تايوان السيد داوا كاير أن خطوة الحكومة الصينية تقتل كل شيء، ولكن هذا لن يلهم الأمة التبتية إلا لتصبح أقوى في المستقبل. في تقرير لوكالة بوكسن، ألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني في 22 من مايو خطابا رد فيه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول إجراءات العقوبات الجديدة على إيران، حيث هاجم روحاني وزير الخارجية الأمريكية في كلمته: من أنت لتقرر مصير إيران والعالم؟ لن يقبل العالم بقرارات الولايات المتحدة. ذكرت وكالة الأنباء أسوشيتد بريس أن الرئيس الأمريكي قال في 22 من مايو أنه قد يؤجل المحادثات التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة. وقال ترامب بعد اجتماعه مع رئيس كوريا الجنوبية وين في البيت الأبيض: إذا لم تحدث المحادثات الآن فقد يتم إجراؤها في وقت لاحق. إن الولايات المتحدة لديها ما تريد قوله قبل إجراء المحادثات، وإذا لم تستطع كوريا الشمالية تلبية بعض الشروط الضرورية سيتم إلغاء القمة. وفقا لتقارير من وكالات الأنباء الروسية، استولت القوات الحكومية السورية في 21 من مايو على منطقة الجحر الأسود من عناصر الدولة الإسلامية في ضواحي دمشق. وأشار التقرير أن العاصمة السورية دمشق أصبحت الآن تحت سيطرة النظام بشكل كامل منذ عام 2011.